لما تكون دمعتك سريعة ترى أنت مو أبو دمعة، لا، لو قرأت السيرة تجد أنك شبيه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في لين جانبه ورقته وخشوعه. أسأل الله أن يجمعنا معه في الجنة. ترى أنت مو ما عندك شخصية وتستحي وتخجل كثير، لو قرأت السيرة تجد أنك شبيه سيدنا عثمان في خجله ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. وإذا أنت ما تحب الجمعات ترى أنت مو مريض وانطوائي، لا، لو قرأت السيرة تلقى نفسك مثل سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه في قلة كلامه، وانت مو معقد لما تهرب من الناس وأوقات تحب الخلوة، لا، لو قرأت السيرة تجد نفسك مثل زيد بن ثابت في خلوته رضي الله عنه وارضاه. وترى انت مو كتوم بزيادة، لا، انت شبيه أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه. يا أخي اقرأ السيرة والله لا تجد نفسك فيها، يا أخي اعتز بنفسك، وإذا تبغى تقوي شخصيتك وسلوكك اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، تلقى نفسك تلقائي تقتدي فيهم. وأخيرا نحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.